والاول مره في مجالك يا برو نسخه ترمي فيروس كونكتات 41 و66 و80 التلاته في نسخه واحده يا برو. ده غير كده الايفون والاندرويد وكمان التاسكرز. حتى شوف انت لو انت رميت فيروس كده زي ما انت شايف هتلاقي النسخه اصلا هنجت منك زي ما انت شايف كده. هتضطر ان انت تقفل النسخه وتفتحها تاني من جديد. وطبعا لو انت مفعل زراير علامه التهنيج هتلاقي النسخه شغاله معاك عادي ومش هتهنج. تمام. وطبعا عشان نشوف العظمه دي لازم هنطلع على الانترو ونرجع على الشرح على طول. ورجعنا تاني بعد الانترو، وعايز اقولك ان انت وحشتني جدا وجايب لك النهارده افجر نسخه في المجال، نسختي فيرجن 39 بالشكل الجديد. وزي ما انت شفت الجمدان في البدايه هنستنى للنهايه. وقبل بدايه الشرح اعرف ان نسخه باسورد مكون من 6 ارقام هقوله على 3 مرات في الفيديو بصوتي، مرتين في مرتين في مرتين، او رقمين في رقمين في رقمين. تمام. فركز في الفيديو عشان تعرف الباسورد. وطبعا لو انت مش عارف تنزل اي حاجه من قناتي او من الروابط بتاعتي اللي انا ببقى سايبها لك اللينكات المختصره، هتلاقي في فيديو تحت في الوصف مكتوب طريقه التنزيل من الروابط بتاع القناه. تمام. تقدر تدخل على الفيديو وتعرف ازاي بتتخطى الروابط دي عشان تعرف تنزل النسخه. تمام. وقبل ما نبدا في الشرح صلي على النبي واشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش اللايك والكومنت الجميل بتاعك. ويلا بينا ندخل في النسخه وركز معايا بقى كده. اول ما هتفتح النسخه تفتح معاك بالواجهه العظمه دي. تمام. عندك كده اول حاجه الدردشات والمجموعات، المستجدات، الكلمات، وهنا المجتمعات. تمام. تمام. تعالى بقى كده هنا على الشتات. اول حاجه هتدوس فوق هنا كده على اليمين زي ما انت شايف كده، هتلاقي ظهر لك هنا كذا حاجه كده. تمام. طبعا دي الزراير كلها بتاع افكتات النسخه وكده. لو انت مثلا جيت تفعل الزراير دي هتلاقيها شغاله. تمام. تعالى بقى كده دقيقه واحده هنقلب النسخه نخليها انجليزي عشان نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. تمام. هتيجي كده تحت تجيب لغة التطبيق وتختار الانجليزية. تمام. اهو زي ما انت شايف كده اللغة، هتلاقي النسخة قلبت معاك كده الجهة التانية زي ما انت شايف كده. تمام. تعالى بقى دوس على نفس العلامة اللي فوق دي تاني كده، هتلاقي ظهر لك كل حاجة، الكلام باين قدامك اهو. تمام. طبعا دي الاضافات والهوم مودز ومش عارف ايه والكلام ده. تمام. لو جيت هنا هتلاقي في كلمة بان ان بان ديت اللي هي بتاعت الاكواد فك حظر والحظر. تمام. زي ما انت شايف كده هتلاقي في هنا ديت كل جملات الشركة، وبند 1 وبند 2 3 4 5 6. زي ما انت شايف هنا في بندات فك حظر وحظر. تمام. وفي فينش عندك برضو. تعالى بقى كده نفعل اللي هي الافكتات وكده. اول حاجة ده تساقط المطر، تاني حاجة اللي هو تساقط الاشجار اللي هو الورق الاخضر ده، وهنا الزهور، وهنا في حاجات كده برضو بتسقط مش عارف ديت ايه. المهم يعني كمل. زي ما انت شايف كده النسخة عملت معاك برق ورعد اهوت. تمام. نقفل بقى كل ده كده. كده احنا فعلنا الانوار. لو فعلت اللي تحته كمان هتلاقي ان النسخة بقت فرح معاك كده زي ما انت شايف، وانوار بقى ناقص بس نجيب العروسة والعريس. تعالى بقى كده ننزل تحت كمان اخر واحدة اللي هي كسر في الشاشة. تمام. نقفل بقى كل ده عشان ايه نكمل شرح في النسخة. تعالى بقى نرجع لغة النسخة تاني نخليها عربي. تعالى هنا فين لغة التطبيق وخليها العربية. تمام. هتلاقيها اتعدلت معاك برضو اهو التاني. انا اسف طلعت بره بالغلط. تعالى بقى هتدوس على ال3 نقط اللي فوق على الشمال. بعدين عندك هنا اول حاجة الخصوصية، خش اشترك في قناتي. طبعا هنا كل القنوات بتاعتي. هنا الاضافات، جدولة الرسائل، رد تلقائي، راستر نسخة كيمو، كلم نمبر مش متسيف، ارسال رسالة جماعية، والاعدادات. تعالى بقى كده ندخل على كلم نمبر مش متسيف. تمام. او بلاش نخلي كلم نمبر. تعالى نخش في الشات بتاعنا. زي ما انت شايف كده يا برو شكل الشات حاجة طرش، اقسم بالله نسخة يعني حرفيا دي متعوب عليها جامد جدا، ولازم تقدرني زي ما انا بقدرك. تمام. عندك بقى هنا الزرار ده كده اول ما تدوس عليه هتلاقي اول حاجة البرايفسي دي اللي هي الاضافات، تاني حاجة اللي هو الستايل. لو انت جيت فعلته كده واخترت اول واحدة هتلاقي ان في حاجة ظهرت فوق كده باللون الاسود. تمام. تعالى كده نغير التانية. زي ما انت شايف ظهر معاك صورة البروفايل بتاعتك.
تمام. اقفلها وفعل التالتة، هتلاقي الساعة ظهرت معاك اهوت، ده الوقت. تعالى فعل رقم 4، هتلاقي برضو فعل معاك الأنوار. يعني هتقدر تعمل الشات فرح زي بره بالظبط. ناقص بس نجيب العريس والعروسة. تعالى بقى فعل رقم 6 كده، زي ما انت شايف سقوط المطر والبرق والرعد والكلام ده. رقم 7 اللي هو تساقط الدم او ده حاجة كده يعني، المهم ايه، فكك يعني. اخر واحدة اللي هي بتاعت زور الساعة، زي ما انت شايف كده الساعة شغالة معاك اهي. تمام. تعالى بقى نقفل ده كله، دوس على كلمة كانسل. عندك بقى هنا البوم تكست، وهنا الفيروسات اللي هي الايفون واللي تحت اندرويد. طبعا لو انا رميت دلوقتي الفيروسات ديت حرفيا المرة دي بتهنج جامد جدا جدا جدا، فانا لو رميت احتمال النسخة اصلا تهنج. تمام. فلو انت اصلا مفعل زرار عدم التهنيج هتلاقي النسخة شغالة معاك بدون تهنيج خالص. تمام. تعالى بقى على الجمدان اللي هو كونكتات 41 و66 و80. ديت اصلا الكونكتات ديت عشان اثبت لك ان هي قوية جدا هرميها قدامك دلوقتي في الشات، وهنشوف هي هتهنج النسخة بتاعتي ولا لا. تمام. هي حرفيا هتهنج زي ما انت شايف كده، رميت 41. اول ما رميت ال41، شوف بقى لو انا رميت ال66 وال80 هيحصل ايه. زي ما انت شايف النسخة هنجت وهتلاقيها خرجت اصلا. فانت عشان تتخطى التهنيجة ديت هتقفل النسخة خالص وتفتحها تاني. عايز بقى تدخل على الشات تعمل حذف الشات عادي، عايز تمسحه من بره برضو عادي. تمام. زي ما انت شايف كده رميت معاك 41، ولو انا رميت ال66 وال80 هتهنج جامد جدا. تمام. وزي ما انت شايف هنا معاك الايموجي كله ايفون زي ما انت شايف. تمام. يعني حرفيا مروق عليك في النسخة. طالما انت وصلت لهنا خد اول رقمين في الباسورد 66، اول رقمين في الباسورد 66. طيب تعالى بقى كده ندخل على الاضافات، اضافات كيمو اليوتيوبر. اول ما تفتح عليها هنا عندك اول حاجة اشترك في قناتي، خش الحرب يا برو، دي اللي هي الاضافات. خصوصية النسخة، سمات النسخة، الاعدادات، الشاشة الرئيسية، شاشة المحادثة، اضافات اخرى، إدارة الرسائل، إعدادات الميديا، النسخ الاحتياطي والاستعادة، تنظيف النسخة، الويدجت، التحديثات، الأباوت، وشارك النسخة مع أصحابك. طبعا التحديثات مفيش أي تحديث جديد، ده آخر إصدار. تمام. تعال بقى ندخل على خش الحرب دي يا برو. طبعا هنا ده الإضافات. تمام. زي ما انت شايف كده عندك هنا أول حاجة إعادة ضبط الإعدادات. لو انت لقيت في حاجة غلط في الإعدادات تقدر تضغط على ده كده هيظبط كل الإعدادات زي ما كانت. تمام. اللي هي إعدادات النسخة الأصلية. طيب عندك هنا تاني حاجة قسم عدم التهنيج، قسم الممنوعات يا برود اللي هي الإضافات بقى. تمام. تفكيك الريكورد، كلين كاش، تحركات النسخة، تحركات الواجهة، تحركات الشات، افكتات النسخة، افتح الويب. طيب طبعا في أصلا ألعاب في النسخة بس مفيش نت دلوقتي. تعال بقى ندخل على قسم عدم التهنيج. أول حاجة فعله لو حد بيرمي عليك، إخفاء الرسايل، عدم إظهار النص، ما تنكش من فيروس الويب، تمرير صفحات الويب، ما تنكش من اللينكات. فعله لو حد بيرمي عليك 2، إخفاء قراءة المزيد، ما تهنكش كراش كول، إزالة الحد الأقصى من الحروف، ما تهنكش من فيروس الكتالوج، ما تهنكش ديت إزالة الحد الأقصى في البايو، ما تهنكش من فيروس اللوكيشن، ما تهنكش من فيروس الويب 2، ما تهنكش من فيروس المستندات، ما تهنكش في الواجهة. فعله لو حسيت بتهنيج، طبعا لو انت حسيت بأي تهنيج في النسخة فعل ده. تمام. طيب تعال بقى هنا ما تهنكش من أي فيروس، ده لو فعلته مش هتهنج من أي فيروس لو حد بيرمي عليك. تمام. ما تهنكش من فيروس الترولي، ما تهنكش كراش بوت، ما تهنكش كراش بوت 2، ما تهنكش لو حد بيتصل عليك. تمام. زي ما انت شايف كده ديت اللي هي اعدادات الحماية. تمام. تعال بقى على قسم الممنوعات. اول حاجة ارفع نفسك ادمن واسحب اي روم، خلي نسخة طلقة، تذكر ايفون، وثق رقمك زي المشاهير، مظهر انستا ده اللي هو بتاع الستوري، ارسال واستلام طلقة. هنا حجم الايموجي زي ما انت عارف هو دلوقتي هو الحجم 2، عايز بقى تكبره وتصغره براحتك. صف اي روم بتكة، سجل ريك وانت في كول، اخفاء كل الشتات، اكتب ويظهر اكنك بتسجل ريك. تعالى بقى طالما انت وصلت لحد هنا خد تاني رقمين في الباسورد 22، تاني رقمين في الباسورد 22. تابع بقى عشان تعرف اخر رقمين. سجل ريك وانت في كول، اخفاء كل الشتات، اكتب ويظهر اكنك بتسجل ريك، ازالة حد الاحرف من الاسماء، ازالة الحد الاحرف من الستيت، توقف اعادة توجيه المكالمات. لاول مرة في مجالك النسخة بتعمل تحويل لاكتر من 50,000 شخص زي ما انت شايف اهو، ده الزرار. تمام. ده لو فعلته، لو انت واحد بقى بتاع شير وكده تقدر تفعل ده وتحاول براحتك يعني. تفكيك مشاهدات الستيت، تفكيك مشاهدات الستيت 2 دول شكلين 2، تفكيك جهات الاتصال، عكس الشات لحظر الارقام، اخفاء الارقام الغير مسجلة، ارسال رسائل مخفية. تعال بقى هنا في حاجات هنا 5 زرار كده جمدان. اعمل رومات قديمة. طبعا هنا انت تقدر تعمل التاريخ اللي انت عايزه، عايز مثلا تعمل تاريخ 1/1/2001 او 2000، التاريخ بقى اللي انت عايزه. اول ما تعمل هنا التاريخ وتروح تعمل روم جديد هيتعمل بتاريخ قديم. تمام. خلي النسخة باسمك هنا بدل ما النسخة باسمي هتبقى باسمك انت. تمام. غير رقمك وفك البلوك.
ديت اللي هي بتغير رقمك لأي رقم واحد. غير كلمة الأونلاين ديت برضو، لو أنت عايز مثلا تغير كلمة الأونلاين تكتب مثلا الحيوان فاتح، فاتح بيتكلم غيرك، الكلام ده تقدر برضو تغيرها. وهنا تعديل آخر ظهور عشان محدش يعرف أنت كنت فاتح إمتى وقافل إمتى. تمام. عندك بقى اللي تحت دول اللي هو فيرست ايموجي، اللي هما بتوع الايموشن يعني انت بتتفاعل عليهم وكده. هنا ده الاول والتاني والتالت، ده اللي هو الحجم بتاعهم يعني عموما. تمام. او عايز تغيرهم تحط هنا الايموشن الاول عايزه يبقى ده مثلا، التاني يبقى غيره، حاجه كده زي ما انت عايز يعني. تمام كده تمام. تعالى بقى بره. عندك هنا تفريق الريكورد، لو انت ضغطت هنا هتلاقي كل اشكال الريكورد دوت معاك، وحيدات واربعات وخمسات وتسعات وعشرات وكله يعني موجود. تمام. هنا في كلين كاش، عندك هنا كلين كاش لأجهزة الأندرويد اللي هي العشرة أو أقل من 10. عندك برضو اللي هي 11 وفوق ال11. تمام. عندك بقى تحركات النسخة، هي دي التحركات، وتحركات الواجهة عايز تغيرها براحتك. تحركات الشات اللي هي جوه في الشات. افكتات النسخة تقدر برضو تحطها اللي هي بتاعت سقوط التلج والكلام ده. افتح الويب ده اللي هو برضو بيفتح لك ويب كده زي ما انت شايف. تمام. طيب كده يا برو بتكون انا يعني حرفيا كده شرحت لك كل حاجة في النسخة. وزي ما انت شايف لو انت ضغطت هنا في قسم العاب هنا اصلا. تمام. وزي ما انت شايف كده علامة اللعبة ديت العاب، لو انت فتحتها كده هيجيب لك العاب، بس هي بتبقى بنت يعني عموما، صاب واي بقى وكده. تمام. وعرفتك ازاي تظهر دول كلهم. طبعا هتغير لغة النسخة تخليها كلها انجليزي، وبعدين تفتح بقى دول، عايز بقى تفعل دول كلهم كده زي ما انت شايف. انا حرفيا نسخة جمدان من الاخر. تمام. عايز تقفلهم برضه هتدوس على العلامة اللي فوق وتقفلهم كلهم كده، عايز تفعل حاجة واحدة فعلها. وكده بروح احنا وصلنا لنهاية الفيديو، وخد اخر رقمين في الباسورد الا وهما 55. تمام. اخر رقمين في الباسورد 55. وكده نكون خلصنا شرح الفيديو. اشوف وشكم على خير الفيديو الجاي. سلام.